بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. ازيكم يا بنات؟ وحشتوني خالص، يا رب تكونوا بخير. يسعد أيامكم يا رب جميعا، وإن شاء الله السنة الجاية تبقى حلوة ووش السعد عليكم بإذن الله، وكل اللي نفسه في أمنية تتحقق له بإذن الله، وكل اللي شاف أحزان ربنا ما يعودها عليه يا رب. تعالوا مع بعض النهاردة هنبدأ فيديو جديد وجميل جدا، يا رب يعجبكم ولعل الكل يستفيد. اضغطوا لايك من قلبكم، ربنا يخليكم ليا يا رب وما نحرمش منكم. تعالوا مع بعض هقول لكم اسعار الخضار وافكار جميله جدا تعمليه بدون لحوم او بلحوم بسيطه واشياء بسيطه خالص، هتسهل عليكي تلات ارباع الميزانيه، هتخليكي توفري خالص، وافكار جميله يا رب تعجبكم وتبسطكم مني. اول حاجه اشتريت يا بنات اسعار الخضار، بصوا ما اكدبش عليكم، متوسطه ولا عاليه ولا فوق. كحد اقصى في الحاجات اللي انا جايباها دي 8 جنيه اللي هي الطماطم. تمام، معرفش ايه سبب الغليان بتاعها، رغم ان هو الموسم بتاعها دلوقتي المفروض تكون رخيصة. اشتريت اولا بصل، بصوا 2 كيلو بصل. كيلو البصل ب7 جنيه. تمام، اشتريت 2 كيلو لان البصل نوعته نصه ابيض ونصه احمر. الخضار بيبقى حلو فيه البصل الابيض والاحمر ده لو عملنا سلطات، عملنا حاجات كده مشوية. تمام، وبعد كده اشتريت خيار، نص كيلو خيار. تمام، الخيار ده بس فضلت معايا فلوس يعني قليلة، بقيت الفلوس الميزانية وكده، فانا اشتريت نص كيلو او تلات ارباع كيلو. تمام، تقريبا ب3.50. اشتريت بطاطس، البطاطس ما شاء الله ابشروا اسعارها نزلت وحلوة خالص، 5.50 بس. هتتغسل غسلة كده، تخليها ساعة كده في حلة تحت الحنفية وتتنقع كويس وتشيلي التراب اللي عليها. اللي من هواة البطاطس وبيحبوا البطاطس، ممكن البطاطس على فكرة احنا بنخزنها. تمام، للي هو بيحب البطاطس متحمرة، والطريقة ان شاء الله هنعملها مع بعض اللي هي بوم فريت. تمام، جميلة جدا. واشتريت طماطم، هي اللي اغلى حاجة في السوق، او بمعنى عروسة السوق اللي اغلى حاجة، ب8 جنيه. طماطم مهما تغلى بصراحة ما بنقدرش نستغنى عنها، حتى لو خزنتي بنحب ساعات نجيب طماطم فريش عشان نعملها في حاجات معينة. تمام، سلطات مثلا، حاجات كده بندخلها. كل ما الطماطم بتكون فريش بتبقى حلو، بس اللي بيخلينا نخزن عشان ساعات بتبقى سعرها ضارب خالص، ممكن يوصل الكيلو ل20 جنيه، وخاصة في رمضان وقبل رمضان وفي المراحل دي. تمام، كده اشترينا البطاطس، البطاطس ب5 جنيه. تمام، الخيار اللي 2 كيلو ب10 جنيه. اشتريت فلفل 2 كيلو، الفلفل بحبه جدا. الفلفل ده بنات ممكن نعمل منه حكايات كتيرة خالص. ممكن لو انت اشتريتي كبدة بتحتاجيه، لو انتوا مثلا ده لازم يكون في تلاجتك. ممكن تعملي محشي فلفل مع شوية ورق مثلا عنب، ورق كرنب، اي حاجة إن كانت. وقبل يعني مثلا في اليوم اللي انت طبختي فيه لحمة او عملت فيه فراخ، تشيلي شوية شوربة تعينيهم في التلاجة وتستخدميهم اثناء ما تعملي في نص الاسبوع، بيطلعوا احلى محشي وجمال جدا وحلوين. تمام، الفلفل ده اشتريت الكيلو ب5 جنيه، 2 كيلو ب10 جنيه. تمام، وينفع يتعمل مسقعة. والبطاطس زي ما عارفين ممكن تقدري تعملها افكار، انا بساعدكم وبساعد نفسي برضو، تحدي الغلاء يعني ونوصل نفسنا الحاجات حلوة وجميلة نعملها لأولادنا. البطاطس دي ممكن تعملي صينية بطاطس. تمام، مثلا بكبد وقوانص، بتبقى حلوة خالص. بعد ما بتسلقيها وتكب المية بتاعتها بتحمريها على النار، واخر يعني اخر حاجة كده بعد ما تستوي صينية البطاطس تدخليها وتدخليها في الفرن، تديها الوش من فوق، تبقى حلوة وجميلة جدا. البطاطس الاولاد بيحبوها، بيدمنوها متحمرة. يعني افكار جديدة وحاجات كتيرة خالص، احنا بس نشغل دماغنا. تمام، وممكن زي ما قلت لحضراتكم مش لازم يعني لحمة على طول، ممكن حاجات مثلا نجيبها مثلا اسعار حلوة واسعار جميلة نعملها مع بعض. تمام، مش عايزة اطول عليكم وارغي معاكم، انا اسفة. فبس كده اشتريت زي ما شايفين حضراتكم لغاية كده. اشتريت تاني بقى برتقان، البرتقان حلو خالص، وخاصة الايام دي الجو برد خالص يا بنات وساعة جدا، فبيرفع المناعة ومقوي جدا. وعصير للأولاد نديهولهم حلو خالص، اللي ياكلوا واللي يشربوا عصير مفيش مشاكل. بجد انا بحب اخزنه خالص، خاصة في رمضان مع الجزر بيبقى طعمه لذيذ جدا وجميل، وحاجة زي ما قلت لكم ترفع المناعة احسن من المشروبات اللي احنا بنجيبها من بره. كيلو البرتقال ب5 جنيه، مستنية ان شاء الله يرخص شوية او الحجم بتاعه يزيد شوية بإذن الله،
واشتري لي قد 5 كيلو وشويه جزر معاهم واحطهم في الديب فريزر. تمام. تاني حاجه اشتريت بتنجان. نفسي اعمل مسقعه بصراحه، ليها فتره طويله ما عملتهاش وانا بحبها جدا. تمام. البتنجان ده براحتك، اللي عايز تعملي مثلا مخلل، تعملي محمر مع شويه فلفل وشويه بطاطس. تمام. تعمليهم مسقعه جميله جدا وكلنا بندمن المسقعه وبنحبها. تمام. فالاسعار حلوه جدا. كيلو بتنجان برضو ب5 جنيه. زي ما قلت لكم الاسعار متوسطه يعني، ولا عاليه ولا قليله. اغلى حاجه الطماطم اللي هي الكيلو ب8 جنيه. تمام. يا رب الفيديو يكون عجبكم ونال رضاكم. ولو عجبكم ادعموني باللايك الجميل جدا جدا، وربنا يفرح يا رب كل اللي يحط لي لايك ويدعمني، وجزاكم الله كل خير. وبفرح قوي 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 بمشاهداتكم للفيديو. خلاص اسيبكم مع نهاية الفيديو. يا رب الفيديو يكون نار رضاكم ويكون ضيفة خفيفة على قلوبكم. خلاص كده خلصت الليلة كلها، وهي زي ما بقولكم كل حاجة جبناها الحمد لله زي الفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.